سيد جاد الحق مدير أمن بورسعيد. عايزين نعرف من حضرتك الاستعدادات لاحتفالات السادس من أكتوبر. هو بدون شك في خطة أمنية موضوعة بتشمل التأمين أو تكثيف الخدمات الموجودة على المنشآت العامة والهامة والميادين اللي متوقع تواجد الناس فيها، ولو في أماكن الاحتفالات مختارين بيها بيتم إعداد خدمات خاصة ليها، وهي خطة شاملة لإجراءات عديدة، وبإذن الله الناس تحتفل بهذه المناسبة وفي أمان واطمئنان إن شاء الله. احنا شايفين يا فندم تقريبا من النهارده الكثرة في الكمائن إذا كانت الثابتة أو المتحركة، وفي حالة من الاستنفار الأمني موجود بالمحافظة. أنا بقول لحضرتك يعني ويضاف إليها الحملات النهارية والحملات الليلية، ودي احنا شغالين فيها بقالنا فترة وما زالت مستمرة، بالإضافة للخدمات اللي هي المتواجدة لتأمين المدينة، تأمين الميادين، تأمين المنشآت، مداخل ومخارج المحافظة، الطرق، كلها خطة كاملة متكاملة بتكمل بعضها يعني. طيب يا فندم، هو تقريبا يعتبر الشعب البورسعيدي أغلبيته كله هينزل في ميدان الشهداء اللي هو المسلة، فهل هيبقى في تواجد برضه لرجال المفرقعات تحسبا لأي ظروف؟ إن شاء الله كل ده معمول حسابه، وأنا بقول لحضرتك الاستنفار الأمني بالنسبة لمديرية الأمن ده بيشمل كل الجهات وكل التخصصات، فكله متواجد إن شاء الله، وكل واحد هيقوم بدوره ويؤدي واجبه، وكلنا متواجدين إن شاء الله في الشارع لتأمين أهالي المحافظة والمدينة الباسلة. وبالنسبة لفندم لقوات تأمين المدارس، هل خلال الأسبوعين اللي فاتوا كان في مشاكل قابلت القوات؟ لا، مش قابلت القوات. هو طبعا وجود القوات الثابتة والمرورات وقوات التأمين الخاصة بالمدارس دي منعت الكثير من المشاكل، لكن ما يمنعش ان كان هناك برضو بعض الحالات الفردية، يعني مشكلة بين طالب ومدرس، مشكلة بين ولي امر لكن الحمد لله ما فيش حاجة اسفرت عن اصابات، حاجة طلبة تشاجروا مع بعض، اتعمل محضر ليها بره المدرسة، طالب ظبط معاه طلقة خرطوش مثلا ده على اثر مشاجرة قبلها بيوم، يعني حاجات فردية وليس جماعية. بنشكر حضرتك.